لسه مكملين مع بعض في اخر ترانزاكشن خاص بالاكونت بالمعادله الحسابيه الاكونتنج ايكويشن، المعادله المحاسبيه، وبنشوف اي تاثير اي حركه هتاثر ازاي على المعادله المحاسبيه. فقلنا ان احنا الراجل حط فلوس وبعد كده اشترى معده وبعد كده اشترى شويه سبلايز على الحساب ما دفعش فلوسها، بعد كده جاله عميل، بعد كده عمل شويه دعايه، بعد كده جاله عميل كبير دفع خد خدمه ب 3000 ونص، بعد كده الراجل دفعت المرتبات اللي عليا والاجور والكهرباء والكلام ده كله، بعد كده سددت الفلوس اللي عليا بتاعت خدمه الدعايه والاعلان اللي انا عملتها. في الاخر خالص الراجل جاب لي فلوس من اللي عليه اللي هو الحساب العميل اللي كان عليه 2000، سدد لي منهم 600. الراجل بقى خلاص جه اخر الشهر وقال لك طب ما انا لازم بقى ناخد انا كمان مرتب، بس انا كمالك ما باخدش مرتب. امال باخد ايه؟ بيبقى عندي حساب اسمه دروينج، مسحوبات. فقال لك انا هسحب من الشركه 1300 دولار، فترانزاكشن رقم 10 هنا هسحب 1300 دولار ماينس. المعادله كده باظت، لازم الدروينج هو كمان يجي ماينس ب 1300 بس ماينس زي الاكسبنس. الدروينج بيقلل الاونرز ايكوتي عشان كده بيجي ماينس، الاكسبنس بيقلل الاونرز ايكوتي عشان كده بيجي ماينس. عمرك ما هتلاقي حاجه في الدروينج غير بالماينس، والاكسبنس مش هتلاقيها غير بالماينس. يبقى انا هنا كده خلصت الترانزاكشن كلها وعرفت اي ترانزاكشن ممكن يجي لي بيتسجل ازاي. لسه طبعا في ترانزاكشن صعبه، في ترانزاكشن صعبه، كلنا بيقابلنا ترانزاكشن صعبه جدا في السوق العمل. يعني مثلا مش عايز ادخلك تفاصيل قوي، بس يعني تخيل انت مثلا شركه بتاعت مواشي، فلما بتيجي تسجل انت بتاكل المواشي ديت وانت بتكبرها وبتاخد منها لبن مثلا، فالترانزاكشن هيمشي ازاي؟ هترمي مصروف ولا اصل؟ لما انا اكل العجول ديت او اكل المواشي ديت، هل اسجلها اصل ولا اسجلها مصروف؟ فدي حاجه ما تعرفهاش او حاجه مش هتفهمها. لما اجي مثلا اشتري ورقه اسمها ورقه فيوتشر، عقد مستقبلي، فهل ده بسجله ازاي؟ بقيمه ازاي؟ فعلشان كده المحاسبه بتكمن صعوبتها مش في المعادله المحاسبيه، ولكن في الكومبوننت اللي جوه كل بند من الثلاث بنود الاصليين دول، الاسيتس واللايبيليتي والاونرز ايكويتي. كل بند من دول لازم تعرف تفاصيله بيتكون من ايه بالظبط، وده اللي انت هتعرفه زي ما قلت لك على مدار السنتين ثلاثه اللي جايين، او على لو انت شاطر شويه هتخلصهم في سنه واحده. فانت لو عرفت الحسابات كلها اللي جوه الحاجات دي، انت كده عرفت المحاسبه الماليه بالكامل خلاص. فانت المفروض ان انت تعرف تشتغل على الحاجه ديت وتتعلمها بسرعه علشان تعرف تنجز وتبقى فايق لحاجات تانية، لان ده الاساس اللي بتشتغل منه لحاجات تانية كتير. فانت مثلا عايز تشتغل في التحليل المالي، فانت لازم تخلص ده عشان تعرف تشتغل في التحليل المالي. عايز تشتغل مثلا في الاوديتنج في المراجعه، فانت بتراجع على الناس اللي بتسجل الكلام ده، فانت لازم تخلص ده الاول علشان تشتغل في الاوديتنج في المراجعه الماليه. عايز تعمل دراسات جدوى اقتصاديه، فعايز تشوف تخلص ده علشان تعرف تتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل لشركه معينه. فكل ده انت محتاج ان انت تفهم اكاونتنج عشان ده البيز، الاساس اللي هتعرف تبني عليه اي حاجه انت عايز تشتغل فيها في كارير الاكاونتنج او الفاينانس او دراسه الجدوى او الاداريات بشكل عام. اشوفكم الفيديو اللي جاي.